ده كورس 001 وانا اسلام الكاشف من قناه كاشف كلاس، والدرس ده ان شاء الله هو مقدمه كورس الممارسه. قبل ما نبدا دروس الكلمات عملنا درس كمقدمه ازاي هيكون طريقتنا في دراسه الكلمات في الكورس بتاعنا، وقبل ما نبدا القواعد عملنا مقدمه عن ازاي هنبدا ندرس القواعد في الكورس بتاعنا. وده ان شاء الله مقدمه كورس الممارسة اللي هناخده في كورس 001. اسمه 001 لأن مجهودك الضايع في حفظ الكلمات هيساوي 0، ووقتك الضايع في تعلم القواعد هيساوي 0، وهنوفر الوقت والمجهود دول للحاجة الوحيدة اللي لازم أي حد بيتعلم إنجليزي يحاول قدر الإمكان إن هو يزود منها، وهي الممارسة اللي مش موجودة في أغلب الكورسات، واللي هتلاقيها إن شاء الله معانا بشكل واضح وحاضر جدا في الكورس بتاعنا ده. احنا لسه في الاول خالص، المفترض انك انت تكون جاي ومستواك كده، وفي اخر الفايل الاول من الليفل رقم 1 هيكون مستواك كده، وده معناه انك انت بتتقدم كل يوم، بتتقدم اكتر، كل ما تردد معايا بتتقدم اكتر. فتعالى النهارده اعلمك طريقتنا ازاي في ممارسة الانجليزي. والنهارده بالمناسبة في حاجة الله اعلم، يعني اول حاجة هذكرها بالمناسبة الله اعلم ممكن ما تعجبش بعض الناس وممكن تعجب بعض الناس الآخرين، الموضوع هيبقى آراء، لكن هقول لك ليه هنعملها إن شاء الله. وبعد ما نخلص هقول لك إزاي هنمارس مع بعض. النهاردة مش جاي أديك معلومات جديدة زي ما عملت قبل كده في الدروس، لكن النهاردة جاي أكلمك بالظبط عن هنعمل إيه في لقاء القواعد علشان تستفيد منه الاستفادة القصوى. آخر حاجة عايز أقولها لك قبل ما نبدأ إن إحنا عندنا قائمتين تشغيل لغاية دلوقتي في كورس 001. القائمة بتاعت 001 وهي بتاعت الكورس، الدروس هتنزل فيها وهتكون مرتبة علشان ما تحترش. والقائمة التانية اسمها على هامش الكورس، وزي ما انت لاحظت احنا دسينا دروس من على هامش الكورس في وسط دروس الكورس المرة دي بس، لكن بعد كده ان شاء الله هتبقى دروس الكورس هي اللي واخده وقتنا وجهدنا كله. هنحاول بعد كده بس قدر الامكان، وما تاخدوهاش مني وعد، هنحاول ان احنا ما نقلش عن 3 فيديوهات في الاسبوع علشان يكون عندنا فيديو للكلمات وفيديو للقواعد وفيديو للممارسة. ليه يا اخوانا 3 فيديوهات؟ مش علشان انا مستعجل، انا بالنسبة لي مش مستعجل خالص، وكمان عايزك انت ما تكونش مستعجل ابدا. الحاجة الوحيدة اللي مخلياني اقول ان انا عاوز يكون عندنا على الاقل 3 دروس ان انا مش عايزك تقعد ما بين الفيديو والفيديو فترة طويلة ما تذاكرش. فكل فيديو عندنا فيه تكرار وفيه انك تفتح بقك، وهي دي بالمناسبة مفتاح الكورس بتاعنا، انك تكرر معايا. واحنا في لقاء الكلمات واحنا في لقاء القواعد واحنا في لقاء الممارسة لازم تتكلم بصوت، لازم ترد معايا وتتفاعل بصوت. فلما تتفاعل بالصوت سواء في الكلمات او في القواعد او في الممارسة، ده هيخليك قادر على انك انت تقرأ الدرس بشكل افضل، وانك انت تعرف تنطق الكلمات صح. والأهم من كده إنك هتحقق أهداف الكورس اللي من أهمها، وإن شاء الله يعني هيكون في فيديو في على هامش الكورس، هيكون في فيديو عن أهدافنا في الكورس علشان تعرف تحاكم نفسك وتحاسب نفسك وتشوف نفسك حققت الأهداف دي وإنت ماشي ولا نسيتها. فأهم هدف عندنا 3000 كلمة اللي احنا بانيين الدروس اصلا علشانهم. لما انت تاخد الكلمات دي وتكررها معايا في درس الكلمات اكتر من مرة، بعد كده احطها لك في برنامج كرام وتروح تذاكرها على كرام بالطريقة اللي احنا شرحناها قبل كده، بعد كده تيجي في درس القواعد تفاجئ ان احنا مش جايبين، والموضوع ده كان سهل جدا، يعني ان احنا نروح في القواعد ونجيب اسئلة من على النت على verb to be وخلاص. لا، ده احنا خدنا الدرس اللي احنا ذاكرناه مع بعض في الكلمات، وهو ده الدرس اللي طبقنا عليه القاعدة اللي احنا درسناها، ده اللي احنا نمشي بيه على طول. فقرأنا الدرس المرة اللي فاتت، لو حضرتك حضرت معايا درس القواعد احنا قرأناه مش مرة ولا 2 ولا 3، ده احنا قرأنا اكتر من مرة وبصيغ مختلفة كمان. وبعد كده هتروح بقى في الفيديو بتاع الممارسة، لا ده انت كل جملة هتضطر تنطقها وتمارسها وترد على اسئلتي فيس تو فيس اكتر من مرة. انا مش هدفي انك انت تحفظ ال 3000 كلمة، انا هدفي ان ال 3000 كلمة دول يكونوا زيهم زي العربي، زي المقابل بتاعهم في العربي. انا ممكن اقول لك احفظ، بس احفظ الكلمة رقم 4000، احفظها وانساها. اما ال 3000 كلمة هنا في الكورس مش مسموح النسيان. ولو حضرتك فعلا، وانا عارف انك انت هتكون صادق مع نفسك وهتؤيدني في ده، لو انت عملت اللي انا قلت لك عليه من اول يوم، بدأت معايا من اول يوم وحضرت معايا ورددت معايا في كل الدروس اللي فاتت، انا متأكد ان ال 3000 كلمة هتبقى من اصعب الاشياء ان هي تتنسي، وهتكون قريبة من مستواك في حفظ الكلمات اللي باللغة العربية. تعالى ندخل في الموضوع. اول حاجة، يعني خبر عايزك تعرفه عن فيديو الممارسة، ومعلش يعني اصبر عليا، هقول لك الخبر بس اصبر، وهبرره لك دلوقتي، هقول لك ليه، عشان بس لو في حد استغرب او حد قلق او حد مش عارف ايه، انا هقول لك الكلام وهبرر لك سبب الكلام دلوقتي. فيديو الممارسة يا اخوانا هيكون كله بالانجليزي. معلش قبل ما تقفل
وقبل ما تتعصب اسمعني، والموضوع ان شاء الله هيعجبك بعد كده حتى لو تعبك في الاول، وانا عايز اوعدك يعني انه مش هيتعبك في الاول ولا حاجه. ليه هيكون بالانجليزي؟ احنا الاول اخدنا الدرس واخدنا معاني الكلمات كلمه كلمه وشرحناها، حطيناها بعد كده في برنامج كرام، ونزلت لك ملخص على الدرس علشان تقرأ الدرس كل يوم، وانت رجعت الكلمات في كرام وكل كلمة منهم عليها مثال. بعد كده درسنا القواعد وقرينا الدرس نفسه اكتر من مرة بصيغ مختلفة، فالدرس دلوقتي جوه قلبك وانت فاهمه كويس جدا، فطبيعي لما تيجي تسمعه بالانجليزي ان شاء الله مش هيكون صعب عليك. دي مش حاجة جديدة، احنا مش هناخد حاجة جديدة بالانجليزي، احنا هناخد حاجة احنا اخدناها قبل كده. تاني حاجة أنا عايزك تتعود تسمع إنجليزي، ومش بس تسمع إنجليزي، أنا عايزك تتعود تسمع إنجليزي لفترة طويلة. يعني يكون الدرس مثلا لو هو نص ساعة أو أكتر أو أقل، طول الوقت ده يكون بس إنجليزي قصادك، يكون احتكاكك بالإنجليزي مدته أطول، علشان بعد كده تعرف تتكلم بسهولة. وصدقني صدقني هتلاقي أثر ده عليك قريب جدا إن شاء الله. طيب إزاي بقى ازاي افهم درس كله بالانجليزي وانا لسه مبتدئ؟ ببساطه جدا، دي يا غالي وظيفتي انا. الموضوع هيكون متعب شويه بالنسبه لي، بس ان شاء الله هيكون مريح جدا بالنسبه لك. ازاي؟ الدرس ان شاء الله هيكون بالانجليزي لكن هوفر لك معاه على يوتيوب ترجمتين. الترجمه الاولى ترجمه باللغه العربيه، فهتلاقي كل كلمات، طبعا لازم تفعل الترجمه وانت بتسمع الفيديو، وهقول لك بعد شويه ازاي. يبقى هتفعل الاول الترجمه العربي وهتسمع الكلمات وتبص على الترجمة العربي. أظن مفيش أسهل من كده. وهتلاقي إن أغلب الكلمات اللي إحنا بنسأل عنها وبتمارسها معايا كلمات إحنا درسناها قبل كده. بعد كده هتفعل الترجمة الإنجليزي، وهتكون عمال بتسمعني وإنت مركز معايا، وقصاد عينك ترجمة الكلام اللي أنا بقوله بالإنجليزي. فهتلاقي نفسك برضو في المرة التانية لسماع فيديو الممارسة هتلاقي إنك أنت فاهم، رغم إن مفيش عربي خالص، الكلام بالإنجليزي والترجمة تحت بالإنجليزي. وهتيجي بقى المرة الثالثة عشان تختبر نفسك الاختبار الأخير وتسمع الدرس للمرة الثالثة لكن من غير ترجمة. طيب لما تسمع الدرس 3 مرات، أولا هيبقى أسهل عليك إنك أنت تفهمه، ثانيا هتبقى المدة اللي أنت قضيتها مع الإنجليزي بس لوحده من غير عربي إطلاقا مدة أكبر، الجمل سمعتها عدد أكبر، الكلمات سمعتها وتفاعلت معاها ونطقتها معايا اكتر. فكل ده هيؤدي في النهاية لانك تعرف تمارس بشكل افضل. لو لسه ما اقتنعش لغاية دلوقتي فمعلش اصبر معايا واعمل بس اللي انا هقولك عليه فترة، وبعد نهاية فايل 1، بعد نهاية اول 5 دروس، الفايل الاول من المستوى الاول المكون من 10 فايلات، بعد نهاية الفايل رقم 1 بص على نفسك وشوف انت كنت ازاي وبقيت ازاي. تعال بقى نعدل الموضوع التاني وهو هنمارس ازاي. طريقة الممارسة ممكن نختصرها في الحروف دي LRAC. LRAC. L معناها listen، يعني هتلاقيني بتكلم معاك عن الدرس اللي احنا أخدناه وبسألك سؤال، فالمفترض انك انت رقم 1 تسمع السؤال listen or repeat، انك بعد ما تسمع هتكرر السؤال. بعد كده A answer يعني جاوب السؤال اللي انا سألتك عليه. بعد كده compare يعني قارن إجابتك بإجابتي عشان تعرف إجابتك هتكون صح ولا غلط. يبقى اما اجي أسألك سؤال هتسمع السؤال، هتكرره، هتجاوب عليه، وبعد كده تشوف نفسك إجابتك صح ولا غلط بناء على الإجابة اللي أنا هقولها. تعالوا دلوقتي ناخد جملة من الدرس الأول وخليني أوريك إزاي هنتدرب عليها، خليها تبقى حاجة عملية. دلوقتي أول جملة عندنا This is a girl her name is فاطمة. فأول سؤال هقوله لك مثلا Is this a girl؟ هل دي بنت؟ Is this a girl؟ فانت لي yes this is a girl. فانت هتسمع السؤال وهتكرر تقول is this a girl، تمام؟ بعد كده ايه الإجابة؟ هي اسمها فاطمة بنت، فتقول لي yes this is a girl. طبعا بعد كده انا هجاوب، هديك فاصل صغير كده بينهم بس هجاوب، اقول yes this is a girl، تمام؟ وقارن إجابتك بإجابتي. طيب is this a boy؟ نفس الجملة، هنسأل عن نفس الجملة أكتر من سؤال، تقول no this is not a boy this is a girl، تمام؟ is فاطمة a boy؟ هتقول لي no فاطمة is not a boy، فاطمة is a girl. تعال بقى نعمل الكلام ده مع بعض أنا وأنت دلوقتي. This is a girl، جملة اهي. Is this a girl؟ listen repeat، كرر الكلمة اللي أنا قلتها. بعد كده answer، أنت جاوبت خلاص، خلينا بقى أديك أنا إجابتي. Yes this is a girl. Is this a boy؟ No this is not a boy this is a girl. Is فاطمة a boy؟
no. خلي بالك هنا الإجابة بنو، يبقى لازم تديني جملتين، جملة منفية وجملة مثبتة. لا دي مش بنت، لا دي ولد. رغم انك انت لو قلت نو وخلاص وسكت الإجابة صح، لكن الكلام ده في الحياة العادية. احنا النهاردة جايين نمارس، يبقى عايزك تكون أكبر عدد من الجمل. تمام؟ يبقى لازم الإجابة تكون كاملة، ما تكتفيش انك انت تقول يس ونو، ما تكتفيش بإجابة مختصرة عن السؤال، لازم تديني الفول انسر. لازم الفول انسر، إجابة كاملة عن الكلام اللي أنا هقوله. تعالى نتدرب تاني. Is فاطمة a girl? Yes, فاطمة is a girl. Are you a girl? No, I'm not a girl. I'm a boy. I'm not a girl. I'm a boy. طبعا لو في بنت حاضرة معانا تقول yes, I am a girl. Are you a girl? هل أنت بنت؟ بالنسبة لي أنا بقى هتكون الإجابة no, I'm not a girl. I'm a boy. أنت هتقول لو حضرتك معانا هتقول yes, I am a girl. بالنسبة للولد هيقول no, I'm not a girl. I am a boy. وهي دي ببساطة الطريقة بتاعتنا. هناخد جملة جملة، وعن كل جملة هسألك أكتر من سؤال. هتسمع السؤال، بعد كده هتكرر السؤال بلسانك بصوت عالي، هتتكلم، بعد كده هتجاوب عن السؤال، وأخيرا هتقارن إجابتك بإجابتي. لازم تتكلم بصوت، ما ينفعش تكتفي بيس اور نو، لازم تديني الفول انسر. وآخر حاجة بقى ودي المهمة، ما ينفعش تزهق، ما ينفعش تزهق. بص أنا عارف إن الدروس دي ممكن تزهق، لأن إحنا هنمسك كل جملة ونسأل عنها كتير، بس أنا جربت الطريقة دي مع نفسي، والطريقه دي هي اللي خلتني اتكلم انجليزي بعد كده. دي تجربه انا بحاول انقلها لك. في مثل كده انجليزي بيقول لك good things come to people who wait، يعني معناه ببساطه good things comes to people who wait، معناها الحاجات الكويسه بتيجي للناس اللي بتنتظر، الناس اللي بتصبر على نفسها شويه. فتخيل معايا لو انت قعدت نص ساعه بتعمل كده، وفي الدرس اللي جاي نص ساعه تانية بتعمل كده، وهكذا لغاية نهاية الفايل رقم 1. هيكون عندنا 5 دروس في كل فايل، و10 فايلات، يعني تقريبا 50 درس، وكل درس ممارسة لو افترضنا ان هو نص ساعة، وانت هتسمعه 3 مرات، يبقى حصيلة الوقت اللي انت قضيته مع الانجليزي بس فقط، مش انجليزي بعربي، انجليزي درس كامل فيديو كامل بالانجليزي، حصيلة الوقت تقريبا 150 ساعة. سمعت الدرس مرة بترجمة عربي، ومرة بترجمة انجليزي، ومرة من غير ترجمة. 150 ساعة انت بتسمع وبتجاوب وبتسأل وبتتسأل وبتمارس. وطبعا ده الشكل البيسك اللي انا اديته لك دلوقتي، هو الشكل البيسك للممارسة. في اكتيفيتيز تانية كتير هتضاف مع الوقت، انا بس النهاردة مديك الشكل البيسك. بعد كده هتلاقي مثلا في أنشطة تانية، زي ان انا مثلا هتعمد اغلط اخطاء معينة، وهشوف الناس في التعليقات تحت هيعرفوا يجيبوا لي الاخطاء بتاعتي ولا لا. وانشطة تانية كتير هتضاف مع الوقت وتباعا هتعجبك جدا جدا، لكن ما اقدرش اضيفها مرة واحدة واحنا لسه في البداية، علشان ممكن الناس ما تفهمهاش، وممكن الموضوع يبقى صعب على بعض الناس. فكل فترة هنضيف نشاط جديد لفيديو الممارسة. ودلوقتي it's up to you، الموضوع دلوقتي في ايدك انت. عاوز تتكلم فعلا، عاوز تتعلم انجليزي فعلا، فكرر ومارس واتكلم. speak up، اتكلم، انطق، علي صوتك، speak out loud. مش بس تقعد سامع وخلاص، مش بس تقعد سامع وانت بتفر في الموبايل. الكورس ده مش كورس بيديك معلومة، الكورس ده بيذاكر معاك المعلومة وبيكررها لغاية ما تحفظها، وبيقولها تاني وتالت علشان تخرج من الدرس مش محتاج انك انت تذاكر. لو ذاكرت بعد كده اكتر فده شيء جميل، انت معاك ملخصات الدروس ومعاك الكلمات في كرام، وقادر برضو انك انت تسمع الفيديوهات مرة واثنين وثلاثة. وصدقني انا كنت اتمنى من كل قلبي ان حد يعمل معايا كده لما كنت بتعلم انجليزي. وفعلا بامانه يا اخوانا الكلام ده كله مجتمعا في كورس واحد، انا ما شفتوش قبل كده خالص، عمري ما شفته قبل كده. واتمنى ان شاء الله انك تحاول تساعد نفسك، تحاول تدفع نفسك لقدام، علشان بعد فتره ما هتقول الحمد لله ان انا صبرت واتعلمت، والحمد لله ان انا ما زهقتش من اول يوم وسبت. وتكون عندك قدره انك تشتغل بالانجليزي، والانجليزي بالنسبه لك خلاص العقبه دي هتخلص منها. العقبه بتاعت الانجليزي اللي مزهقه كل خلق الله دي هتنتهي تماما. فخلاص بقى اتعب شوية وخلص نفسك من دلوقتي، علشان ما تجيش تلاقي الناس اللي صبروا سبقوك وتلاقي نفسك محلك سر. Thanks for watching and see you next time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.